انا لسه شايف فيلم 7 دوجز. بجد انا مش عارف اقول ايه، محتاج اتكلم براحتي شويه، محتاج اخد راحتي وانا بتكلم على الفيلم ده. عشان الفيلم فيه تفاصيل كتير قوي، وفيه ايجابيات وفيه سلبيات، وفي طبعا اي فيلم في الدنيا فيه ايجابيات وفيه سلبيات. فانا محتاج اتكلم بقى هنا بتفصيل شويه عشان خاطر المراجعه العاديه اللي انا بعملها مش هتمشي معاه. عشان لو مشيت اللي انا بدخل الايجابيات في السلبيات وبتكلم عن الفيلم بشكل عام بجد هيلخبط جدا، فانا محتاج افصص كل حاجه. خلينا نبدا بالايجابيات. بصراحه الفيلم فيه شويه ضحك، شويه ضحك حلوين كمان. كريم عبد العزيز واحمد عز الكيمياء بينهم حلوه جدا، فكرتني بالكيمياء بتاعت فيلم كيرة والجن، وممكن تكون تفوقت عليها كمان بشكل او باخر. بجد طلعوا شويه كوميديا حلوه، افيهات جميله، سرعه في الرد، الدنيا خفيفه، في فلو، مفيش حته عصلجه او كده. كريم عبد العزيز طبعا يا جماعه مش هنتكلم عن كريم عبد العزيز وعن القائه الكوميدي وعن طريقته الكوميديه الجميله جدا، واحمد عز وردات فعله الحلوه اللي بتضحك. دي من الايجابيات طبعا على مدار الفيلم كله. من الايجابيات برضو التصوير، وهو ايجابيات وسلبيات في نفس الوقت، بس خلينا نتكلم عن الجانب الايجابي. يعني التصوير بنسبه 90% مبتكر، 90% في ابتكار، في تجديد، في حاجات مختلفه، وبنسبه 50% ممتع. ويا ريت تفهموا الفرق. هو مبتكر جدا، بس الامتاع في الابتكار دوت ما عداش ال 50%. يعني هتشوف مناظر جديده، هتشوف ابتكار في حاجات كتير في طرق التصوير، زي الجزء بتاع الهند مثلا. كان تصويره مختلف، طريقه مختلفه، اسلوب مختلف تماما. كانت حاجه حلوه وفريش بصراحه. يعني فكره دخول الكاميرا 360 في القصه مبرر. يعني مبرر ليه مسكوا الكاميرا 360 وصوروا بيها. وكمان فكره اللي هو اتاخد كانه وان شوت كانت جميله جدا، وعملوها حلو برضو. يعني استمروا فيها بطريقه حلوه جدا، والسيكونس كان سيكونس جميل. بتاع الهند ده بالذات في عيوب هنتكلم عليها في العيوب، بس خلينا في الايجابيات. هو كان مختلف، كان غريب، مستعملش قبل كده، ابتكار من نوع جديد. وليس كل ابتكار جديد حلو ونحط تحتيها 100 خط. الكلمه اللي انا لسه قايلها دي. وكمان من الايجابيات اللي عجبتني موضوع الرسم. الرسم وطريقه الرسم، الحاجات اللي كانت بتطلع كانت حلوه لمرحله معينه، وبعد كده لما افورت بصراحه ما بقتش احسن حاجه. وبرده ليها جانب سلبي هتكلم عليه في السلبيات، بس انا بتكلم دلوقتي في الجانب الايجابي. فاحنا عندنا دلوقتي ايجابيات: واحد، التمثيل الجميل بين احمد عز والكيمياء اللي بينهم هما الاتنين حلوه جدا، والكوميديا اللي طلعت. اتنين، ابتكار التصوير، الابتكار والتجديد في التصوير وطريقه التصوير والمعدات الجديده اللي بيستعملوها حلوه جدا. تلاتة، موضوع الرسم واستغلال الرسم واستغلال الانيميشن عموما في حكايه القصه بتاعتنا، دي كانت من الايجابيات. وتقريبا هو ده كل اللي عجبني في الفيلم عموما. هو ده كل اكتر حاجه عجبتني في الفيلم، هي الحاجات دي. نتكلم بقى في السلبيات. هنبدأ بالقصة. قصتها بتحكي عن ضابط الانتربول أحمد عز، اللي بيسيب مهنته في اللي هو يجري ورا الناس بنفسه، وبيبدأ يشتغل شغل مكتبي. وبعدين بيجيله طلب من حد، آه ان هو مش عايز يتكلم غير معاه، ودوت واحد من ضمن عصابة كبيرة جدا تقريبا ماسكة العالم كله، اسمها السيفن دوجز. وهو كان كلب من ضمن الكلاب اللي موجودة. هم اللي بيقولوا كده، اللي هو كان كلب من الكلاب، مش انا اللي بقول والله. فهو كان كلب من ضمن الكلاب ديت، وكان ماسك منطقة الشرق الاوسط. بس بعد كده اتبدل، عايزين يختلوه، فهو بدأ يساعد عشان خاطر يوصلوا لمين هم السيفن دوجز وكده. بس الضابط بتاعنا هيبدأ يدير التحقيقات عشان يعرف مين اللي بيوزع المخدرات من ضمن السيفن دوجز دولت، وبيوزعوها ازاي وكده، وبمساعدة كريم عبد العزيز اللي هو اللي كان اصلا من السيفن دوجز. وفي وسط مغامراته ديت بقى بيروح امريكا، بيروح الصين، بيروح الهند، بيروح اماكن كتير، بيقابل ناس كتير، من ضمنهم طبعا ضيوف شرف كتير جدا. واحنا بذكائنا طبعا المعهود علينا، يعني ان احنا بنحرق كل ضيوف الشرف دولت في البرامج التلفزيونيه كده عادي. انت بتفتح البرنامج بتشوف ضيف الشرف اللي المفروض طلع مفاجاه في الفيلم قدامك، بيقول لك اه انا عملت دور في الفيلم. يعني يا سلام، شكرا. وانا لحد نص الفيلم بقيت بسأل نفسي سؤال: هو ده فيلم مصري ولا فيلم امريكاني ولا فيلم هندي؟ وبصراحة هو ولا واحد من دول. هو زي اللي رقص على السلم كده، ولا اللي فوق سمعوه ولا اللي تحت شافوه. يعني احنا عندنا 4 شخصيات رئيسية، 3 منهم مصريين وواحدة تقريبا سعودية. وعندنا ناصر القصبي قايم بدور HR. انا الفيلم بالنسبه لي اول ما بدأ بقى يروح للهند ويروح بعد كده لامريكا والكلام دوت، فكرني بفيلم مشروع اكس بس على انضف شويه. كميه فجوات في الحبكه رهيبه، كميه اخرام، كميه حاجات غريبه بتحصل غير مبرره وغير منطقيه، وبتقتش فاهم هو ايه اللي بيحصل، ومين بينقذ مين ومين ما بينقذش مين، وليه دوت على طول كل ما حد يمسكه يجي واحد سبحان الله يلحقه.
ودوت لما مش عارف ايه حد يجي يلحقه، ودوت لما يفرقع حد يجي يلحقه، ودوت بقت كل حاجه غير منطقيه بس عشان نعرف نمشي القصه قدام. ففكرني جدا بالمشروع اكس، يعني دوت ماتيريال فشيخ في الملوخيه مثلا هيطلع منه احلى نكت. يعني ده مستوى كتابه بصراحه، كتابه استسهال قوي. يعني هو مين يا ابني اللي كاتب الفيلم ده؟ لا خلاص يا جماعه، ده فيلم جامد فشخ ومفيش اي حد يقدر يتكلم، تمام يعني، خلاص احنا اسفين. ندخل على السلبيه التانية، التصوير والمونتاج. يعني تعالى نمسك في التصوير. التصوير مبتكر، مختلف تماما، بس مش كل ما هو مبتكر حلو. يعني انت مبتكر وانت بتعمل حاجات مختلفة، بس مش شرط اللي هو يطلع حلو خالص. يعني دلوقتي في مشهد كده تمام متصور بانجل مختلفة تماما، بس هي انجل غير مريحة للعين. يعني اديك مثال، المشهد بتاع جون ويك المشهور في الجزء الاخير الجزء الرابع، لما عملوها بيرد اي وهو كان عمال يقتل. جون ويك اصلا ستايل الضرب بتاعه زي ما انا قلت جراوندد جدا على الارض، جرابلات مش عارف ايه، مسدسات تقيله، حركات تقيله. فانت لما يعملها لك بيرد اي انت بتشوف كل حركه وكل ضربه وكل حاجه بتحصل قدام عينك، وحاسس بالامباكت بتاع، حاسس بالتفاعل بتاعها. في الفيلم عندنا هنا طريقه الضرب مختلفه تماما، شقلباظات وبالرجل ومش عارف ايه وبالايد وضربات سريعه. فانت لما تديني ضربات سريعه معاها مونتاج سريع جدا يجيب صرع، ومعاها تصوير من زاويه او انجلز مختلفة غريبة مش مريحة للعين، زي واحدة من تحت واحنا شايفين رجولهم عمالة تدوس على وشنا طول الفيلم، او مثلا زاوية مثلا زي 360 اللي انا قلت اللي هي حلوة ومختلفة، بس زودت قوي. يعني 360 كانت هتبقى حلوة جدا لو كانت قصيرة وعملوا بيها مشهد حلو وان تيك قصير 20 30 ثانية. تطولوا جدا فيه لدرجة ان انا خلاص صدعت، بدأت أدوخ، دماغي تعبت. ودوت بقى على مدار الفيلم كله، فيلم مونتاج أصلا. المونتاج يا جماعة أنا عندي إحساس إن المونتير، أنا دخلت الاتنين في بعض أهو، أنا عندي إحساس إن المونتير كان منزل كده حوالي 200 ترانزيشن وعايز يستعملهم كلهم. أنا هو حالف بالله ما هيخلص الفيلم ده غير لما يستعمل ال 200 ترانزيشن ويستعملهم ويبقى قاعد يبتكر ترانزيشن، ايشي فيد على ايشي، فيد ان وفيد اوت وفيد تو بلاك وفيد تو ان، وبعد كده وايبات وسوايبات، وبعد كده بقى ايه، خلص كل الحاجات اللي ممكن تعمل بيها ترانزيشن. خلاص انا هرسم بقى، هرسم المشهد وراح جاي عامل لك ترانزيشن بالرسم حلو مره واثنين وثلاثه، مش 500 مره. يعني تارانتينو الله يحرقه ولا يكحمه مطرح ما هو قاعد، يعني مش فارق لي، لما عمل مشهد هو عمل سيكونس محترم على بعضه انمي عشان خاطر كان بيتكلم في اليابان وخلاص شكرا. ما قعدش يحلب فيها طول الفيلم، هو عملها لسبب معين، كان بيحكي لنا باك جراوند. انت هنا جاي تحكي لنا باك جراوند بس كل الباكات جراوند بقت رسم وكل الترانزيشن بقى رسم وكل حاجه. ده وصلت بيهم اللي هم بدأوا يعملوا الاغنيه بتاعت اللي هي بتاعت جاستن بيبر ديت، مش فاكر اسمها ايه، سكريلكس وجاستن بيبر، رسم زيه كده وعلى الوش ورسومات مش عارف ايه يا معلم، مش كده. تخيل بقى في وسط هذا العبث المونتاجي بالترانزيشنات، وفي وسط هذا العبث الكاميراتي اللي هم بيستعملوه، وفي وسط كل الكلام ده في ناس بتاخد مخدرات والمفروض نعيش معاهم حياة مخدرية كمان. يعني انت مخدرات بألوان بترانزيشن ب... انا خلاص يعني الواحد بجد هيطلع من الحلقة عنده صرع، هيطلع من الحلقة بيترعش كده، هيطلع من قلب الفيلم هيحس ان في حاجة غلط. لا يعني بالراحة بالراحة. يعني وهاجي دلوقتي اتكلم في المشكله اللي بعدها اللي هي الاخراج. انا في كلمه مخرج قالها لي والله العظيم، وانت بتعمل فيلم ليك ما تخلصش كل الاخراج اللي عندك في الفيلم ده. هم خلصوا الاخراج وبداوا يستعيروا اخراج من ناس تانيين وما بقوش عارفين يعملوا ايه، في نص الفيلم وقفوا خلاص يا جماعه. طب احنا عملنا كل حاجه، في نص فيلم تاني بقى عادي، بقى فيلم اللي هو ايه، عادي في التصوير مش عادي في المونتاج. هو كده كده المونتاج كان ما شاء الله، يعني ربنا صارف له ترانزيشن قد كده يعني، ما شاء الله معدي ترانزيشن اللي هو ايه، ترانزيشن 48 كان عمال بيدينا في وشنا ترانزيشن يعني، تمام. مفيش حركه ما فيهاش ترانزيشن. بعيدا عن دي، التصوير في النص التاني من الفيلم كان عادي، يعني بنسبه كبيره كان عادي. يعني مثلا لو هو في 30 40% غريب والباقي عادي. الاول لا، الاول من اول لحظه غريب جدا وسبليت سكرين وازرق واحمر وازرق وبني، بجد تعبت يعني، دي اكتر حاجه تعبتني. مع فجوات القصة،
مع مشاكل الكتابة، مع مشاكل الموسيقى التصويرية الصعبة جدا العالية جدا اللي ملهاش أي شخصية، موسيقى تصويرية دوم تحس إن أنت في واحد مشغل غسالة في ودنك، مفيش موسيقى مفيش إحساس، مفيش حاجة تحسسني بأي ملحمية أيا كانت هي إيه. مع الأسف الفيلم كان يطلع منه أحسن من كده بكتير، بس اتحشروا في قصة عشان يعملوا لنا جزئين وعايزين يوصلوا للعالمية بشكل قديم. ده تحسه فيلم أمريكاني 2005 2006. عارف انت الافلام بتاعت امريكا في 2005 افلام الاكشن بتاعت امريكا بتاعت الوقت ده، ما وصلش للتسعينات وبس، ما وصلش الالفيه. يعني في الالفيه احنا خدنا بقى جون ويك، وخدنا اللي هو بلوند مش عارف اسمها ايه ديت، نسيت الفيلم، كان فيلم رهيب برضه. وخدنا شويه افلام اكشن جامده جدا ونو بادي وبتاع. خدنا افلام اكشن جراوندد كده مش محتاجه فزلكه. انت هنا المخرج بيتفزلك، انا اسف يا جماعه، على عيني وعلى راسي بتبتكر، لكن مش كل ابتكار شيء حلو. حط تحتيها 2 مليون خط. بتبتكر على عيني وعلى راسي، ابتكر في حاجه، مش في الفيلم كله بتبتكر، مش في الفيلم كله عمال تخلص اخراج وبتاخدني زاويه من هنا وزاويه من قلب عين الصقر وزاويه من قلب عين الطائر وادخل زوم ان على الجاكيت، اطلع في البتاع ده واعمل، اقف على دماغه واعملها لك سي جي اي واقول لك ده دماغه مش عارف مالها. اوفر كتير قوي كتير قوي. بس اللي شايل الكلام ده كله التمثيل طبعا، والممثلين المساعدين اللي طلعوا مش سيئين يعني. الناس اللي جت من امريكا بتمثل والله عمل اللي عليهم يعني، تمام، قشطه. مش احسن حاجه يعني، مش ادائهم طبعا في افلامهم هناك، لكن تمام يعني، مشي الحال والدنيا تمام وكل حاجه. وكمان كريم عبد العزيز واحمد عز شالوا الدنيا، والكوميديا كانت لذيذه وكل حاجه حلوه. بس في حاجات كانت بتفصلك، يعني ليه في قلب مشهد كوميدي حلو الاقي ليه ما تهدى، بتهدى، بتديني مشهد عادي زي البني ادمين يعني، ما نصور عادي. وانا هنا هضطر اقارن بفيلم اسد، هو فيلم حلو ليه موسيقى شخصيه وليه موسيقى تلمسك وليها علاقه بالاجواء اللي هو كان فيها، اكشن حلو والاتنين فيهم اكشن حلو على فكره، بس الاكشن الحلو باظ بسبب التصوير المبالغ فيه والزوايا الغريبه وطريقه التصوير اللي انا حاسسها كانت هتبقى حلوه لو جزء صغير وبعد كده كمل معانا في العادي. يعني حتى البيرد اي اللي كان في جون ويك اللي انا بضرب بيه المثل ما كانش طويل، ده هو ايه عمل كده تك 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 خلص بقى طبيعي تاني. مش كل شويه بقى بيرد اي وداون انجل وسايد انجل وادخل لي من قلب الكراسه ودخل لي من قلب المسدس واعمل لي زوم في المسدس يطلع لي في الطلقه، ما عملش الكلام ده. هو طبيعي، هو عنده اكشن يقدمه، فمش محتاج اللهوجه دي، مش محتاج كل الكلام ده. هو انت عندك حاجه تعرف تقدمها. مع الاسف انا حاسس ان هم ما كانش عندهم الحاجه اللي هم يعرفوا يقدموها. القصه كان فيها فجوات كتير، فاضطروا يليسوها، خلينا نقولها بالطريقه دي، في طريقه التصوير الكتير. وهم خلصوا طريقه تصويرهم زي ما انا قلت، هم خلصوا الاخراج بتاعهم كله في نص الفيلم وقعدوا مش عارفين يعملوا ايه، فكملوا فيلم طبيعي بنسبه كبيره في الاخر. وبصراحة مشاهد ملل كتير، قصة أحمد عز ومراته حاسسها مقحمة جدا ملهاش لازمة، بس حاطينها عشان خاطر يخلوه أحمد عز عنده حاجة يطلع منها كوميديا. أنا ما حسيتش ليها لازمة، ولا الممثلين اللي طلعوا دول كلهم لهم لازمة. يعني هنا الزاهد ما كان يعني قشطة، كان ممكن تبقى أي واحدة تانية ما طلعتش كتير وكلها أصلا كلمات تليفون. عندك منة شلبي برضه لا شيء، ما عملتش أي حاجة. يعني لو كنت أنا اللي طلعت مكان منة شلبي كانت الدنيا مشيت يعني، مش مستاهله. هي طبعا فيلم جامد وانتاج سعودي عامل ازاي، الراجل دفع قد ايه والدنيا طب حقك يا معلم، عيش ما عندكش حاجه، اعمل اللي انت عايزه، بس اكتب لي ورقه حلوه يا معلم، ما تخليش فيه كميه يعني ايه ادخل افجر نفسي وبعد كده اطلع منها سليم. ما انت كده مشروع اكس لما دخل في قلب المحيط إيه لقيناه وصل السلوم باين ولا مش عارف وصل فين، قبرص فجاه كده يعني، مشي بعربيه في المحيط، دي عربيه ربنا صرف لها. وهو هنا برضو ربنا صرف له. هو كريم عبد العزيز دوت ما بيموتش ما شاء الله عليه في اي فيلم خالص، يدخل في بحر ما بيموتش، يدخل في انفجارات ما بيموتش. يا جماعه بقى مش كده والله يعني، شويه 5 جنيه منطق واحنا بنكتب الورق نقول اه والله طب ازاي ده حصل يا جماعه، طب ما نحط لها بنلفها لفه جاتوه كده ويخلي الموضوع منطقي. مفيش. حتى موضوع حتى الكاميرا انا معاك جامده جدا
حلوه لمده 30 40 ثانيه، والله كانت هتبقى عبقريه، مش 4 دقايق مثلا ولا حاجه، هي طولت جدا بس ما علينا. انا عجبتني. يعني ايه افضل وانا بجري مثلا ماسك الكاميرا اهو، باين قوي ان انا ماسك الكاميرا بصور وبضرب بايد واحده. اللي عايز كاميرا عشان خاطر الكاميرا فيها حاجات مهمه، هيجري يحطها في جيبه، هيجري يحكشها تحت باطه، هيضرب بيها، هيعمل ايا كان ايه، مش هيفضل ماسكها كده وهو بيجري. باين قوي اللي هو كان بيصور، باين قوي ان في حاجه غريبه حلوه وطلعت شكلها صايع، بس باين ان في حاجه غريبه. يا ريت تكونوا فاهميني. والله الفيلم مش وحش بس بيجيب صداع. الفيلم مش وحش بس بيتعب. يعني قادرين توصلوا لي؟ بس كده. ده كل اللي عندي عن الفيلم، وممكن اقول اكتر وممكن افصصه. ممكن اعمل حلقه من حلقات بقى اللي انا امسك فريم فريم بقى ونتكلم، مفيش اي مشكله خالص. الفيلم، بس انا فكره ان انا اشوف الفيلم ده تاني بصراحه يعني صعبه شويه، عشان خاطر بجد 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 تعبني جامد. جامد يعني، تعبني جامد يعني. انا طالع منه دايخ وشايف الوان قدامي وعندي صداع وبتاع، فلازم استريح منه يعني. ممكن بقى اشوف ازمه مثلا ولا حاجه. وشفت اوبسيشن جامد جدا، انصحكم تشوفوه. وده كل اللي عندي. سلام.